اهلا بيكو في البلو هول، واحده من اخطر اماكن الغطس في مصر، واللي فيه ناس كتير قوي مش عارفه المكان ده. المكان اللي انت شايفه ده مات فيه اكتر من 200 شخص غطاسين محترفين. اللي ورايا دي لوح باسماء الناس اللي ماتت هنا، كل لوحه مكتوب عليها اسم الشخص ورساله هو حابب يقدمها او كلمه حابب يقولها. اخر واحد اتوفى كان 2017، يعني لسه اصلا ما كملش. اشهر واحد مات هنا هو ده. الشخص دوت فضل يصور لحد ما وصل للاخر، وبعد كده اتوفى. محدش عارف اتوفى ازاي، بس لقوا تفسير واحد للوفاه. في اشاعات كتير بتقول ان المكان دوت فيه تحت روح هي اللي بتموت الناس، وفي اساطير تانية بتقول ان في سمكة قرش بتاكلهم. بس مش طبيعي قوي يعني ان 200 واحد هيتاكل بسمكة قرش. 200 واحد كل مرة هيتاكلوا من سمكة القرش، مش داخلة دماغي. ايه بقى الفكرة والناس بتموت هنا ليه؟ الفكرة وما فيها ان الناس اللي بتموت الدايفرز، بس الناس اللي بيغطسوا. فالمكان ده يا جماعة عمقه 130 متر، ان ما كانش ازيد، ده على حسب علمي. 130 متر. الغطاسين المحترفين بيجوا هنا عشان يحاولوا يوصلوا للقاع، ففي مشاكل بتواجههم. المية يا جماعة، انت كل ما بتبقى في المية شايف القاع، كل ما بتنزل بتشوف ان لسه المكان اللي قدامك ده قريب مش بعيد، بس بيبقى العكس. عندنا مشكلة في البحر الأحمر إن الفيزيبيليتي عالية جدا، ففي غطاسين عندهم الإيجو يعني عالي شوية، فدايما متوقع أدام بشوف لحد الحتة دي أنا أقدر أروحها. لا لا، طبعا الرؤية حاجة وإن أنت تروح، ما إحنا بنبص لحد السما. ما أنا وأنا واقف في البلكونة من 10 دور شايف في الشارع أنط. المشكلة إن الأنبوبة بتاعة الغطس بيبقى فيها أكسجين وهيدروجين وهيليوم، دول بنسب معينة على حسب أنت عاوز تنزل 10 متر، 20، 100، 120، 130 مثلا. فبتبقى محطوط نسب معينة للهيليوم، مش فاكر هي كام بالظبط، ونسب معينة للأكسجين والهيدروجين عشان ما تبقاش خطر عليك. بينزلوا للآخر، فمثلا بيبقى واحد واخد نسبة هيليوم وأكسجين تكفيه مثلا ل 100 متر، وهو عاوز ينزل ل 130، ما كانش يعرف. فاللي بيحصل له ان هو بيحصل له حاجه اسمها سكر اعماق. سكر الاعماق ده بسبب ان هو بينزل عمق كبير، وهو مش عامل حسابه ان هو هينزل العمق، او مش معاه الامكانيات ان هو ينزل العمق ده. والموضوع مش هزار، في عربيه اسعاف موجوده هنا 24 ساعه علشان اللي يحصل له حاجه يلحقوا على طول. الموضوع مش هزار، مش تهريج. طبعا لحد دلوقتي في ناس بتغطس بتحاول انها توصل للقاع، في ناس بتطلع، طبعا مش كل اللي بينزل يموت عشان بيبقوا عاملين حسابهم. ولحد النهارده الناس بتنزل وعادي، بس عشان عارف الغلطه منين. بس الفكره انك عشان تنزل هنا لازم تبقى معاك رخصه دايفنج علشان يتاكدوا ان انت بتعرف تعوم كويس وقدم مسؤوليه، انك الغطسه دي مسؤوليتك الخاصه. الفكره بقى ان المكان هنا مش بس فكرة ان هو عميق والغطاسين بيحاولوا ان هم يوصلوا للقاع وبس. الفكرة ان هنا في شعاب مرجانية هايلة، هايلة بجد، يعني من الاماكن اللي فيها حاجات كتير قوي وسمك كتير ما بتشوفوش كتير غير في اماكن معينة. فهو موجود هنا وحرفيا عامل زي السحر. بيبقى فيه نفق تحت بيوصلك للمحيط، فالناس بيحاولوا ينزلوا للنفق ده اصلا. بس الفكرة ان السنوركلينج بقى هو اللي مش خطر. هو بقى الايه، بتشوف من وش من فوق، مش هتعرف تنزل تحت. ممكن فري دايفنج بس ليك مثلا 10 15 متر لو انت ايه. فانا النهارده هنزل، بحب انا المخاطره وبحب اعمل الحاجات الغريبه دي. هنزل فري دايفنج او سنوركلينج من فوق كمان، واشوف الدنيا واشارككم التجربه.
الصراحه المكان هنا احلى شاطئ انا جيته في حياتي، اقسم بالله احلى شاطئ انا جيته في حياتي. شاطئ البلو هول، مع انه خطر وعميق ومرعب حرفيا من كتر العمق بتاعه، بس السمك اللي موجود انا ما شفتوش في مكان تاني قبل كده. انا بجد بعد كده لما اجي دهب انا مش هاجي غير الشاطئ ده حرفيا من غير مبالغه. كده اكون وصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم يعني. ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعني ان انا استمر، وسبسكرايب لو انت مهتم بفيديوهات السفر وكده. اشوفكم في الفيديو الجاي قريب جدا، سلام.